السلام عليكم، ايه الاخبار؟ في فيديو جديد من فيديوهات معسكر التطبيق. عايز اقول لك ان الفيديو ده واحد من اهم الفيديوهات اللي في الكورس، لان هو ده بنسبه كبيره الورك فلو او المسار اللي هنمشي عليه في المستقبل بتاع الصور المصغره. ان هو انك تدخل معاك الاي اي وفي نفس الوقت الطابع البشري، فهتطلع صوره الكواليتي بتاعتها عاليه جدا والتفاصيل بتاعتها حلوه في نفس الوقت جذابه، واضح ان هي مش اي اي بس. فانت تحاول دايما توازن في الجزء ده عشان تطلع اعلى كواليتي. فانا في الفيديو ده اخدك معايا واوريك ازاي عملت الثلاث صور دول من الصفر، من اول السكتش خالص، واوريك ازاي دخلت الاي اي معايا، وازاي انت بقى بترجع تاني للفوتوشوب بالتظبيطات اللي هتعملها او التعديلات اللي بتشيلها والكلام ده، وازاي تحافظ على ملامح الشخصيه وما تتغيرش خالص ولا تحسها ان هي بلاستيك كده او اي اي. فانا عايزك تركز معايا في الفيديو ده، ولو اي حاجه وقفت قدامك اسالنا على جروب الواتس بتاع الكورس، واكيد هنساعدك ونظبط الدنيا معاك لحد ما تبقى 100 100. فيلا مش عايز اطول عليكم كده، جهز الفوتوشوب كده ويلا نبدا. فبصوا كده، اول حاجه قبل ما نبدا في اي شغل ولا اي حاجه افهمك الصوره بتبقى قبل ما اوديها للاي بتكون عامله ازاي. يعني انا النظام بيمشي ازاي؟ اول حاجه بتروح على فوتوشوب بتعمل سكتش، وبعدها بتروح على الاي اي يظبط لك السكتش ده، يطلع لك الكواليتي اللي انت عايزها، وبعدها بتاخد الصوره تاني ترجعها على فوتوشوب، بتظبط لو فيها اي اخطاء، فيها اي مشاكل، وتظبط شويه في الالوان، تعمل ريتاتش كده، وبعدها خلاص بقى بتدي التاتشات النهائيه وخلاص الصوره كده تبقى تمام. فاوريكم اول خطوه هنا. يعني صوره زي دي لو جيت كده بصيت على السكتش اهو، شايف ده السكتش اهو. السكتش زي ده انا اللي محدد ان هو يكون ماسك هنا، وحتى شايف راسم كده رسمه خفيفة بس كده عشان احدد له ايدي تكون عاملة ازاي. وهنا برضو راسم له ايدي التانية، وحطيت له برضو الترابيزة والاطباق هنا برضو، واكدت له برضو ان الاطباق تكون بالترتيب ازاي، والمعالم اللي ورا والخلفية دي برضو انا اللي حاططها. يعني لو دخلت على الخلفية انا اللي ظبطت كل الكلام ده، حاطط كل حاجه لوحدها. فممكن واحد يقول لي ليه يعني انت اللي بتعمل كل ده؟ ما الاي ممكن تقول لي يعمل الكلام ده. هقول لك ماشي ممكن، بس يعني انك انت اللي تحدد للاي ايه اللي يعمله، انك انت اللي تمشيه ده احسن. يعني انا لو قعدت اشرح له انه يحط الحاجات دي ممكن يطلعها حلو بعد مرة، ممكن يطلعها بعد 10 مرات، فانا مش عايز ابقى مش متحكم 100%. فانا زي بتحكم باللي انا عايزه، ودي حاجة سهلة يعني. وانا ممكن اقول له بقى يظبط الخلفية كدمج او كده يعني. والكلام ده برضو نفس الكلام، انا اللي محدد له ترتيب الاطباق هيبقى عامل ازاي، وفي نفس الوقت هو برضو بيظبطها ويخليها منظمة اكتر كده. فبس كده يعني، انا حبيت افهمك بيكون شكلها ازاي قبل ما اوديها للاي. برضه اوريك الصور التانية. يعني في صورة زي دي اهي، شايف بتكون شكلها عامل ازاي. برضه بعمل شايف شوية ريتاتش بسيط كده للشخصية، وبظبط انا برضه الخلفية. يعني انا حاطط اهو جوه هنا برج خليفة برضه وكده، وظبطتهم. هشرح لك طبعا كل ده. وبرضه الصورة زي دي لو بصيت هنا برضه شايف دي كانت قبل، وحاطط له شايف السكتش هنا، ومظبط لي انا كل حاجة عشان يبقى فاهم يعني الشكل اللي انا عايزه. وبعد كده برجع انا بقى اظبطها تاني، واعمل شويه ريتاتش للشخصيه والكلام ده، واحط لو في اي حاجه ناقصه ولو في اي مشاكل وكده. فبس كده يعني، انا حبيت افهمك الفكره تبقى ماشيه ازاي. فيلا كده نطبق. احنا نطبق على الصوره دي كده، هنمشي عليها بالتفاصيل، ولو في اي حاجه زياده هو كده كده نفس الفكره في الباقيين، بس لو في اي حاجه زياده هنا مثلا ممكن يبقى اقول لك عليها كده عشان تبقى عارف يعني كل حاجه. وكده كده يعني احنا طبقنا على الحوارات دي كتير، فيعني انت ان شاء الله عارف الكلام ده يعني كله من الكورس وكده. فيلا نطبق على الصوره دي. انا جات لي الصوره زي دي اهي كده، وحتى شايف شلت اهو. يعني هي ما كانش كده، بص هي شلت اهو الجزء ده بالريموف تول عادي. يعني جيت اهو كانت الصوره حطيتها، وبعدها جيت بالريموف تول واخترت الجزء ده بس كده، لان هو ده اللي هيبقى ظاهر يعني. وبعدها دوست انتر وظهر لي، عملت حاجه زي دي كده. عادي هتقولي مثلا الحتة دي مش باين، كده كده عادي. احنا كده كده زي ما بقولك هتبقى ايده كده والاي هيظبطها يعني، فمش لازم بيرفكت. اهم حاجة بس يبقى الشكل العام، واهم حاجة طبعا وشه ما تقربلوش خالص بالاي او يبقى فيها اي مشاكل يعني. فبس كده، حتى عملت لهم سمارت اوبجكت، وبعدها رحت شايل الخلفية. الكلام ده عادي ما فيهوش اي مشاكل خالص. ولو اخدت بالك فانا برضو عملت له شايف شوية تظبيط الوان وكده بالكاميرا الرو فلتر. لو دخلنا على الكاميرا الرو فلتر هتبص كده هتلاقي اهو ظبطت شويه، عليت شويه كونتراست، وقللت شويه هايلايتس عشان شايف كان الاضاءه عاليه فقللت شويه اهو. والشادوز برضو شايف كانت قليله خالص، فعليت شويه شادوز عشان الملامح تبقى واضحه. وبرضه علينا شوية وايتس، وشايف البلاكس برضه عليناها كده. الكلام ده يعني كله شرحناه تاني كذا مرة، أنا بس بفهمك بس احنا مشينا ازاي. وفي برضه التكشر اهو، شايف عليت اهو شوية، والكلاريتي وكده ظبطت بس كده يعني، فاهم؟ شوية الوان انا بظبط شوية كده في الالوان يعني، وكاميرا رو فلتر بس يعني مش ريتاتش كامل، عشان انا هقول للاي مغيرش في ملامحه خالص او كده. فعشان اكون مظبط الدنيا يعني ومدمجة كويس مع الخلفية وكده، ومش هحتاج تغيير كبير يعني لما تخلص الصورة من الاي. فبس يعني كده اتمنى تكون فهمت الجزء ده. تظبط كده الشخصية بتاعتك اول حاجة، وبعد كده الصورة اللي لو اخدت بالك كان فيها زي ترابيزة هنا كده، فانت عادي تجيب الريكتانجل تول او بأي طريقة
بس تحدد له ان هيكون فيه زي ترابيزة هنا او اي شكل، تعمله بأي شكل كده. وزي ما قلت لك انا كانت معمولة بزاوية شوية عشان انا عايز اعملها بشكل ان هي كأنها اطباق كتيرة ورايحة بعيدة كده. ولو حبيت تخليها كده مثلا convert to smart object وبعدها كنترول وتي وتعمل شايف وارب، عشان بس شايف انا لما عملت وارب كده واجي انزل كده شوية فاهم، اخليها كأن البرسبكتيف او المنظور كده كأنه رايح كده، مدي برضو شكل حلو. فشايف بس عشان دي يعني حاجة على السريع كده لو حبيت تعرفها برضو تبقى حاجة زي كده. فتمام كده، ده بالنسبة للترابيزة ايا كانت بقى هي تظبطها بقى بالشكل اللي انت عايزه. نيجي بقى نخش على جزء الخلفية قبل ما نبدأ في الاطباق بس وكده، لان احنا هنحط شوية حاجات هنا. يعني الفيديو كان بيتكلم عن اكلات اللي هي الدول العربية، فانا هحط هنا مثلا حاجات. يعني لو حطينا هنا الدولة اكلة تبع مصر والسعودية وكده، هحط حاجات هنا تبع مصر والسعودية، معالم يعني مشهورة وكده. فاول حاجة بس اجيب الخلفية اللي احنا هنبني عليها. فانت لو رحت على مكتبة الثمنيل اللي انت مستلمها مع الكورس، هتخش على كل الملحقات وبعدها خلفيات، هتخش على جزء الفولدر بتاع الخلفيات وتشوف كده. انا قلت بما انها دول وكده نشوف على خلفية فيها صحراء وكده. ففي كام خلفية فيها صحراء، انا بصيت لقيت عجبتني الخلفية دي، لان هي كده كده زي ما قلت لك السما اللي هي بتبقى زرقاء دي بتبقى ترندي في الصور اللي زي دي، اللي هي بتبقى شكلها حلو يعني، ومفيش اي زحمة ولا في هري كده، وباين ان الرملة مظبوطة وكده. فتمام، هتروح واخدها على فوتوشوب وتظبط بقى ابعادها هنا، تحاول توضح شوية بس من الرملة كده، وممكن تعوجها سنة بسيطة كده. مش محتاجين حاجة تاني. ممكن بقى نشيل الترابيزة بس دلوقتي عشان نبدأ نشتغل في اللي ورا. فأنا زي ما قلت لك هحط هنا بقى حاجات تبع السعودية والأهرامات وكده. فدي أجيبها ازاي؟ عادي أروح على جوجل وأشوف مثلا أكتب هنا برج المملكة بتاع السعودية، ممكن ده يعني معروف في السعودية. فتشوف انت كل معلم بقى اللي انت حابه. فمثلا انا صورة زي دي عجبتني، اروح واخدها بس كوبي، مش لازم تحملها. شايف كوبي ايمج بس، مش لازم تحملها. واروح رايح على فوتوشوب، عملت اهو كنترول وفي اللي هو بيست يعني. وممكن بقى شايف بالاوبجكت سيلكشن تول تحدد بس كده برج المملكة اهو، هو حددهولك. هتروح دايس ماسك شلك اهو وتظبط ابعاد وكده اهو. اول واحد معانا اهو حطيناه هنا. احنا طبعا اللي تحت ده لسه هنظبطه، فانت ما تشغلش بالك بيه، خليه بس مثلا حاجة زي كده. اروح بقى على البلد اللي بعدها تكون مصر، يبقى اجيب بقى الاهرامات، اخد دي برضو مثلا كوبي، اروح هنا كنترول وفي اصغرها. ممكن بقى اشيل الخلفية باي طريقة، اخليها بالريموف باك جراوند المرة دي بس اهو شلت. اخليها بقى ورا برج المملكة ده، لو في أي زيادات أشيلها من الماسك هنا بس كده. والباقي دول يعني بنفس الطريقة. جبت برضو برج خليفة، وجبت دي في الجزائر باين، أو دي في المغرب، و... ودي في لبنان باين أو كده. فأنت عادي تجيب اللي أنت عايزه تحطهم بس كده بشكل مبدئي، مش الأكيد. بس لسه هوريك دلوقتي هندمجهم ازاي ونظبطهم ازاي. فبس كده مثلا انت اهو خلصت، شايف ظبطت اهو الحاجات اللي في الخلفية. اروح واخدهم كده كلهم احطهم قدام الخلفية ورا، وكلهم بالخلفية كده. شايف عملت لهم سيلكت ليهم كلهم، واروح دايس كليك يمين وبعدها كونفرت سمارت اوبجكت عشان اخليهم في مشروع لوحدهم كده. شايف افتح المشروع بقى اتشقلب فيه هنا براحتي. فانا عايز ادمجهم كده، اظبط الحوار اللي تحت ده كده عشان مش لايق على بعض خالص. اعمله ده ازاي؟ اروح جاي كده باي اداة سيلكشن، يا اما اللاسو يا اما البوليجونال، انا افضل البوليجونال يعني. وتحدد بس كده شايف شوية من الأرض، وتدخل بقى كده فوق، ما تدخلش قوي. شايف أنا بحدد بس كده اللي هو الأرضية بتاعت كل مكان، عشان يحاول يدمج لي الأرضيات كلها كأنهم حاجة واحدة. بس كده شايف أنا محدد إيه، محدد الأرضية كده كلها. وأروح ده الجنريتيف فيل، هو بقى يحاول يظبط ويدمج لي الأرضية كده بتاعت كله مع بعض. فشايف كده هو خلص اهو. لو جيت بصيت هنا هتلاقيه شايف عمل لك 3 فاريشن، التلاتة عادي شغالين حلوين. اخد اي واحدة منهم عادي اهو تمام. واروح بس كده دايس سيف، اجي بص هنا الاقيه ظبطها اهو. شايف دي كانت قبل ودي بعد، ظبطها كأنهم يعني في مكان واحد، مدموجين يعني بشكل محترم يعني. فبس كده اظبط بقى انا الابعاد. هي انا عملتها كسمارت اوبجكت عشان هي بقت كأنها صورة واحدة، الخلفية كأنها صورة واحدة بس كده. واروح مثلا رايح على الفلتر اديهم سنة بلور كده، اروح على بلور اهو بعدها الجوسن بلور ده، اديهم مثلا سنة بلور بس كده واحد ولا حاجة بس كده خفيفة.
فشايف بس كده عشان كأنه معمول بورتريه يعني كده، والفوكس يبقى على الشخصية. فبس كده ممكن بقى نبدأ نشتغل على الترابيزة شوية. اهي الترابيزة معانا اهي، اروح جايب أداة الإليبس عادي اللي هي عامل بيها دواير، عامل أي دواير كده، أخليها مثلا مسطحة شوية كده عشان يكون واضح إن هي طبق. أحط طبق هنا، كنترول وجي أخده كوبي أهو، طبق تاني كنترول وجي أخده كوبي تاني أهو، كنترول وجي طبق تالت. أعمل كده بقى، بس إيه، هو المفروض يصغر شوية لأن هما بيبعدوا عن الكاميرا، فشايف أصغرهم بس كده، كل واحد يصغر عن التاني شوية حلوين، وأبعدهم كده شوية بشكل مبدئي زي ما بقولك. كده كده هنقول للأي يظبط يعني كل حاجة. بس كده عملت اهو 3 أطباق بمنتهى السهولة اهو. شايف هي كوبي وصغر شوية يعني، ده أكبر حاجة، ده أصغر سنة، أصغر سنة كده. شايف اهو مشيت كده كأنهم أطباق رايحين كده. فبس كده ناقص معانا هنا اللي هو أنا كنت عايز يبقى ماسك حاجة هنا عشان الجزء ده كان فاضي خالص. فروحت عادي أنا قلت بما إن أول طبق معانا هنا هيبقى السعودية، فأروح جبت حاجة تبع السعودية اللي هي التميس. رحت جايب تميس كده اهو، شايف الصورة اهي برضو. بعدها اخدتها كوبي عادي، رحت على فوتوشوب بيست، وبعدها تشيل الخلفية بقى بأي طريقة ممكن، بالأوبجكت سيلكشن تول اهو، اختارها ماسك. بعدها نظبط بقى حجمها ان هي تكون ما تاخدش من وشه، ويكون واضح ان هي تميس. بس كده شايف يعني مكانها اهو محترم، واضح ان هي ونفس الحجم الطبيعي. ممكن نصغر شوية عشان عايزين التركيز على وشه. وبس كده ناقص ان احنا نحدد له الاطباق. انا بعد ما حددت الاطباق هو اتلخبط فيها، فيعني انت ممكن ما تحددش الاطباق، ممكن ترقمهم بس وتقول له 1 هيكون كبسة مثلا، 2 هتكون ملوخية، كذا كذا كده. او ممكن عادي من غير ما ترقم تقول له بالترتيب، فانت تشوف يعني اللي يريحك. بس يعني افضل حاجة ان انت ترقمهم او تكتبهم عشان الاي ما يقعدش يسوحك. فانت بقولك ازاي انت اللي تتحكم في الاي، تحاول تتحكم فيه على قد ما تقدر عشان ما يغلبكش يعني. فانا ممكن ارقمهم بس كده، بس اهو رقمتهم بس كده. انت بقى يبقى تقول له مثلا 1 هتكون كبسة، 2 كذا، 2 كذا كده. ماشي بقى، نيجي نرسم بقى احنا هنا بالبrush تول عادي، بس نحدد ايده هتكون عاملة ازاي هنا، وايده هتكون عاملة ازاي هنا. اجي انا اعمل نيو لاير عادي، اجيب البراش تول او ادوس على حرف البي، واجي هنا اعلي الهاردنس، اقلل السايز شويه، واحدد كده ان هو كأن صوابعه اللي ماسكاها اي شكل. بس كده وكده كده اهم حاجه الفكره توصل دي يعني. ممكن ان شاء الله يفهم ان هي صوابعه يعني. وهنا ايده التانية انا اعمل كده كأنه ان هو يعني بيعرض، وانت كده كده هتقول له تاني في الشرح يعني، في الشرح او البرومت. فيعني بس كده انت تفهمه بس مكانها او شكلها تكون عامله ازاي. فبس كده انا كده خلصت السكتش. تروح عادي مسيف الصوره، واخد الصوره اهو مسيبها. بس كده تسيبها عندك وتروح رايح على شات جي بي تي. انت بقى وانت شغال هنا، انا شايف انا بفتح هو الايدج والكروم، وعشان شات جي بي تي في الاغلب بيبقى ليه ليميت يعني، كل واحد 4 صور بس في اليوم او حاجه كده، وجيميناي برضو. واشغل بقى ال3 مع بعض بنفس البرومت. يعني اعمل البرومت هنا، وممكن اغير فيه حاجه بسيطه عن التاني. وهنا برضو البرومت، واقعد بقى اقارن بين ال3، اسيب ال3 يشتغلوا في نفس الوقت واقارن بين ال3. انا هو مثلا شايف حطيت اهو نفس السكتش اللي انا كنت استخدمته وشرحته دلوقتي. بس برضو لو بصيت على البرومت انا كاتب له هو عايزك تحول السكتش ده لصمنيل احترافيه وجذابه جدا، ولازم دايما تاكد على الجزء ده ان هو ما تغيرش ملامحه ولا وضعيته خالص. هو كده كده هنعيد على الملامح، بس فاهم الجزء ده عشان انت احيانا لو ما كتبتش الجزء ده هتلاقيه مثلا غير لك ملامحك خالص، او يا اما غير مكانك بقت في النص او كده. فانت اكد دايما على الحوار ده كذا مره، وتقول له الفكره بشكل عام كده عشان يبقى فاهم يعني ويساعدك. ممكن لو في اي حاجه قلت له الفكره ان هو اشهر اكله في كل دوله عربيه، ورحت بقى بادئ اني اشرح السكتش عشان هو السكتش لوحده مش لازم يفهمه قوي. فانا هو بدات اشرح السكتش، قلت له هكون ماسك تميز زي اللي في السكتش ويكون واقعي، وايدي التانية تكون مفتوحة كده كأني بعرض الأكل زي ما مرسوم في السكتش. برضو انت بتفهمه اللي مرسوم عشان يعني هو مش هو أداة غبية يعني، انت تبقى فاهم كده انه مش هيفهم كل حاجة. ورحت قايل له قدامي اهو طاولة هيكون فيها أطباق مرصوصين بطريقة منظمة عشان أفهمه ان هي ما يكونش عشوائية او كده. وقايل له برضو بنفس الطريقة اللي في السكتش ونفس الزاوية، عشان لو ما قلتلوش برضو نفس الزاوية ممكن يعمل لك زاوية تانية. فانا فاهم كل حاجة من دول، لازم بتأكد عليها وتبقى فاهم
الكلام ده يعني. واول مره انا رحت شايف قايل له ان انا كاتب لك ايه اللي هيكون موجود جوه كل طبق، وانت هتحط الاكله في الطبق وتكون واضحه وواقعيه، وبعدها هتحط علم الدوله في كل طبق بشكل واقعي وجذاب عشان يطلع حاجه زي دي يعني كده. ورحت برضه في الاخر كده بختمها له بقول له الشكل العام عايزه واقعي ومنظم ومريح للعين، ويكون نفس الزوايا وحجمي وموقعي وملامحي. بقول له يعني ان هو نفس الزوايا اللي موجوده في الصوره وحجمي والمكان بتاعي يعني وكده في السكتش المرفق. فبص انا لما قلت له بس كده ان هو يحط زي ما هو مكتوب في الصورة، هو شايف حتى حط حاجات تانية. يعني انا كنت كاتب له كبسة ماشي دي عملها صح، بعدها قايل له ملوخية ومحشي، حط هنا أكلة جزائرية أصلا، وهنا حاطط كشري، وهنا حاطط مغرب، فهو ملخبط غير اللي هو مكتوب هنا. فأنا رحت كاتب له برومت تاني معدل عليه، قلت له حلو قوي بس أنا عايز ترتيب الأطباق كالآتي. كاتب له الكبسة السعودية، الملوخية المصرية، السريد الإماراتي، كاتب له اللي أنا عايزه بالظبط زي اللي أنا كاتبه هنا أهو. فظبطها لي أهو، حط أهو الكبسة، بعدها ملوخية، بعدها بتاع الإمارات والمغرب ولبنان، ظبطها رحت أخدتها داونلود ورحت أنا عندي هنا، مفيش أي مشكلة خالص. فكانت هي حاجة لو جيت بصيت بقى من جوه، هي في البداية كانت حاجة زي كده. ولو دخلت بصيت أنا برضو بأكد على حوار الملامح يعني. لو قربت كده وركزت شايف الملامح دي كده، الملامح بتاعت ال AI، دي كده الملامح الأصلية. هتقولي مفيش فرق، هو بس برضه انا بحب يبقى 100% يعني مفيش اي تغيير خالص. فدي برضه بتعملها ازاي يعني؟ دي اهي الصورة الاصلية بتاعتنا، اروح انا جاي بالصورة الاصلية بتاعتي دي اهي الصورة الاصلية، واخليها سمارت اوبجكت كده، اللي هي الصورة اللي هي كانت موجودة في السكتش زي ما هي من غير ما اغير فيها حاجة. واروح مثلا محدد بس كده الوش بالاوبجكت سيلكشن تول، واعمل لها ماسك، وبس كده اصغره كده واحاول اظبطه يبقى مظبوط كده اهو بالظبط على نفس الوش. ممكن تقلل شوية في الفل او الاوبستي عشان تعرف تشوف العين مظبوطة ولا لا. شايف اهو بقت مظبوطة، تظبط بقى تحاول تظبطها على قد ما تقدر. شايف اهو بقت مظبوطة كده تمام. اروح مثلا عامله سمارت اوبجكت تاني واعمل ماسك، وبعدها بالبرش السودا كده واتاكد ان الهاردنس صفر، واسيح كده في الجناب عشان يعني انا بقول لك اهم حاجة بس عينه، فعينه واسنانه كده. فانا مثلا ودانه عادي ما فيهاش اي مشكله، فانت تحاول بس كده فاهم يبقى الجزء في النص ده مظبوط. فانت لو ركزت كده اهي معقوله جدا. وبرضه بس برضه لو ركزت هنا ممكن درجه اللون هنا غير بعض شويه، يعني تحس ده مصفر اكتر بتاع الاي اي. فعادي رحت جاي على الوش اللي انا لسه عامله دلوقتي، الوش الاصلي، واعمل بالادجستمنت كده، جيت بالكالر بالانس، عملت لها كليبنج ماسك عليها هي بس، واودي ناحية اليالو شوية بس كده عشان يكون نفس اللي وراه بالظبط. فانت لو بصيت هنا بقى يعتبر زيه بحد كبير يعني، مش لازم يبقى 100% كده كده، بس اهو واضح ان هو واقعي مفهوش اي مشكلة خالص. بس كده وعملتها اهو سمارت اوبجكت كده، تاخدهم كده الصورة اللي انت جايبها من شات جي بي تي والوش وكل حاجة اللي انت ظبطتها هنا دي، وتاخدهم سمارت اوبجكت كده عشان تبقى شايف حاجة زي دي كده. وبعدها انت لو اخدت بالك انا في الصورة الاصلية انا كان دي الاكلات، فانا كنت عملت برضو بجيميناي وشات جي بي تي، ولقيت ان هو دي كانت احسن صورة يعني. كان في هنا الجزء الاضاءة ده كانت الصورة دي احسن صورة فيها، بس لقيت صورة تانية عمل لي الاكلات دي كانت احسن، الاطباق شكلها احسن. فدي يعني ما فيهاش اي مشكلة خالص. شايف انا رحت جاي هنا وعملت بالريموف تول، شلت جزء الترابيزة دي ورحت واخد الصورة التانية. شايف دي الصورة التانية ما كانش عاجبني طبعا، دي ما كانش احسن، هو غير شوية في الحاجات. رحت شايف جيت بالاوبجكت سيلكشن تول ومختار بس كده الترابيزة، وقعدت بقى اظبطها لحد ما يختار الترابيزة يعني، والاعلام تكون مظبوطة على الاخر. شايف هو مثلا اختار حاجة زي دي، ابدأ انا بقى اظبطها لحد ما يختار كل حاجة يعني. شايف هو عمل دي كده. هتيجي انت مثلا هنا تفضل دايس على شيفت وتختار العلم ده، تفضل دايس على شيفت مثلا تختار العلم ده، تفضل بقى ماشي كده واحدة واحدة لحد ما تبقى على قد ما تقدر يعني مظبوطة معاك. كان طلع معايا حاجة زي دي، حتى لو أخدت بالك هنا مش مظبوطة 100%، بس يعني فاهم عادي يعني، ما هو كده كده اللي وراه هو تقدر بقى تظبط على قد ما تقدر يعني. بس حبيت افهمك يعني ان هو انت لو عجبك انا عجبني مثلا الترابيزه هنا والخلفيه هنا، فدمجتهم على بعض يعني، مش صورة واحدة بس من الاي. وبس كده يعني. وحتى في الاخر العميل طلب مني بعد ما خلصت كده، العميل طلب مني ان هو عايز يغير التابولة بتاعت لبنان دي باكلة جزائرية. فانت شايف برضه انا عملت اهو بالريموف تول، شلت المعلم بتاع لبنان
ورحت حاطط على المعلم بتاع الجزائر. وبرضه شايف شلت بالريموف تول برضه الجزء ده كله بالريموف تول، الريموف تول العادية دي. ورحت لشات جي بي تي قلت له برضه يغير لي التبولة دي، ورحت قاصص بس الجزء، شايف الجزء بتاع الأكلة الجزائرية دي وحطيتها هنا. فانت شايف بتظبطها انت على قد ما تقدر. انت الحاجات يعني كده كده اهم حاجة ان هي من بعيد واضحة، ان هي واقعية معاهم. دي اهو بس كده الصورة بشكل عام. وانا حطيتهم كلهم في سمارت اوبجكت عشان اعيش هنا براحتي. واول لما بعمل سيف هنا عملت انا هو مثلا سيف، اجي اروح على الصورة الاصلية كل حاجة تتسيف هنا. اجي هنا في الاخر اهو شايف رحت عامل شوية كاميرا رو فلتر وشوية ريتاتش بسيط بس كده للشخصية. بيضت له اسنانه، عينه هنا برضو عليت شوية في البرايتنس لو اخدت بالك، واسنانه برضو سنة برايتنس. ورحت حاطط في الجنب هنا الاستيكر بتاع الجديد ده اللي انت هتلاقيه في مكتبة الثمنيل برضو. لو رحت كده على قسم البي ان جيز وبعدها قسم المهمة، هتلاقي هنا الاستيكر بتاع الجديد ده بستخدمه كتير. وفي الاستيكر ده برضو حلو، هتلاقي حاجات يعني كتيرة حلوة. بس كده يعني النيورال فلترز دي برضو لو متعرفهاش عشان ما قلتهاش، احنا كده كده قايلينها عادي كتير في الكورس. بس لو حد ما يعرفش برضو هتدوس على اللاير اللي انت عايز تعمل لها عادي، هتروح على فلتر وبعدها نيورال فلترز هنا، وهتخش هنا على سكين سموثينج. لو مش متحمل عندك زي دول هتحملها وبعدها تفعلها كده. لو جيت بصيت على الوش كده شايف بينعم الوش كده وبيكون حلو برضو للثامنيلز. يعني بيبقى حلو يعني مبين ان هو معمول له ريتاتش محترم يعني كده. فالكلام ده طبعا احنا شرحنا كتير في فيديو ريتاتش مهم جدا جدا لازم تتفرج عليه لو اي حاجة وقع منك في جزء الكاميرا رو فلترز او الريتاتش وكده. فانا بس يعني بفهمك الفكرة بشكل عام. ممكن اوريك بس هنا في الصورة التانية برضو شايف انا عملت اهو الخلفية بنفس الطريقة. لو بصيت هنا شايف برج خليفة، وهنا البرج جبتهم كوبي برضو وشلت الخلفية. وبعدها عملت اهو جنريتيف فيل من تحت بس هنا عشان يظبط لي الدنيا من تحت. طبعا الباقي ده مش ظاهر في الصورة من بره، دي في السمارت اوبجكت بس. فلو بصيت الصورة من هنا اهي مظبوطة. وهنا الشخصية نفسها عملت لها برضو كاميرا وفلتر، ظبطت له الوان وكده، وظبطت شوية برضو كده في الريتاتش وحاولت اظبط على قد ما اقدر يعني. وبعدها برضو اديتها للاي اي وخليتهم برضو يجربوا. بس المرة دي جيميناي هو اللي طلع لي احسن حاجة، طلع لي دي بعد ما جربت كذا مرة. يعني انا عملت في جيميناي هنا بتاع 4 5 صور، وشات جي بي تي برضو بتاع 3 4 صور. طلع لي دي اكتر حاجة عجبتني. وكنت انا عايز اعمل شكلين، شكل بالغترة والعجال ده وشكل من غير. فشايف دي طلعت لي سيفتها عادي. ودي برضو خليته قلت له اهو شايف خلي لها بغترة وعجال اماراتي وما تغيرش اي حاجة ويكون واقعي 100%. حط لي دي برضو. فبس كده يعني انا مغيرش فيها غير الغترة والعجال دي. لما رحت على فوتوشوب هنا جبت شايف الصورة دي اللي جاية لي من الاي اي، لو اخدت بالك هنا مغير سنة ملامح. فانا رحت عامل ايه بدل ما اعكس المرة دي، يعني بدل ما اخد وشه بس واعمل، فمادام كده كده السكتش ما فيهوش اي رسومات ولا فيه اي حاجة، فانا اخدت بس المرة دي البرجر بايده من الصورة اللي مع جيميناي عاملها. رحت شايف عامل اهو ماسك من هنا. الماسك ده شايف انا قاصص بس كده الجزء ده من الصورة. يعني شايف اهو شايف دي الصورة اهي حطيتها مادام هي بنفس الابعاد بتاع السكتش وكده ما فيهاش اي مشكلة. انا بس بفهمك الفكرة يعني ان انا مشيت ازاي. الحاجات دي يعني سهلة كده كده، انت كده كده لما تطبقها بطريقتك تفهم الدنيا يعني. ودي كده هي يعتبر هي كانت اول صورة، ودي كده هي خلاص يعتبر كانت اول صورة. طبعا ظبطت بقى الوان كده وحطيت التكست كده وخلاص. وبالنسبة للعجال اللي انا حطيته شايف رحت برضو جايب دي الصورة بتاعت العجال كاملة بتاعت من ال AI. رحت شايف عامل لها برضو ماسك كده وخليته عليها هو بس كده. فبص اهو ده العجال اهو، هو كده كده هي بتبقى بنفس الابعاد فانت مش هتبقى صعبة يعني. انت شايف انت الصورة هتجيبها اهو بالظبط، هتجيبها هنا اهي. أ- اول لما تجيبها هي هتحطها في النص بالظبط كده في نفس الابعاد بتاعت الصورة اللي وراها بتاعت السكتش. فانت بص هتلاقيها هي مش تغييرات بسيطة يعني. انا ممكن ارفعها بس كده شوية. فبس كده هتروح انت عادي عامل ماسك، وممكن تعمل وتروح عامل كنترول واي، وبعدها بالبرش كده هتمشي على الاجزاء اللي هو كأنك بتملاها كده. طبعا تخلي بالك ان انت ما تخشش على عينه، بس تخلص دي الاول. اول لما نخلص دي نرجع تاني لعينه كده والأجزاء المهمة وتظبطها انت طبعا على قد ما تقدر تظبطها بقى وتاخد وقتك فيها. ورحت برضه حاطط الاستيكر بتاع الجديد هنا المرة دي. ورحت حاطط التكست ده هتلاقيه في مكتبة الثمنيل برضه. لو رحت على مكتبة الثمنيل وبعدها ملف الخطوط ودخلت على ديزاينر بي اس دي هتلاقي اهو الخط اهو اخدته عادي.
عدلت عليه، انت تقدر بقى تعدل عليه بالشكل اللي انت عايزه. حطيته هنا بس كده الصورة خلصت معايا. وبرضه هنا شايف تظبيطات كاميرا رو فلتر بسيطة كده، ولو في اي نيورال فلترز وخلاص يعني ريتاتش بسيط كده وخلاص. والصورة التالتة برضه نفس الكلام، مفيهاش اي مشكلة، مش محتاجين نعيدها، هي نفس الصورة الاولانية. جات لي الصورة كده من الاي اي، ورحت ظبطت شوية في الريتاتش، حطيت الجديد ورحت كاتب هنا الخط ده برضه هتلاقيه في مكتبة الثمنيل اهو، هو ده نفس الخط، اخدت انا بس الجزء اللي تحت. فبس كده يعني، هي دي الفكرة بشكل عام، اتمنى تكون استفدت. فانت لازم تفهم كويس الدنيا دي، لان خلاص بعدين بقى الشغل وكده لما يطلب حاجات زي دي اكيد مش هتقعد تصممها، لان هي هتاخد منك وقت كتير جدا. فالاي هو يساعدك في كده، وفي نفس الوقت لازم تحافظ على الملامح وتكون واقعية 100%. وبس كده يبقى خلصنا. طبعا وريتك كل حاجة انت تقدر تمشي عليها، فعشان كده زي ما بقولك ما تعتمدش انك تاخد الصورة من الاي وتطلعها على طول تستخدمها، لا لازم تدخلها معاك في الفوتوشوب وتحط عليها شوية وتظبط الالوان وريتاتش وكده. فبس كده يعني، اتمنى تكون استفدت، ولو عندك اي مشكلة ابعت لنا على جروب الواتس وظبط الدنيا كده واشتغل، وخش على الفيديو اللي بعده.